هالشهر حكينا عن هيفن، الأديان السماوية الثلاثة كلهم عندهم كونسبت سما، الحياة بعد الموت، المطرح اللي بيروحوا عليه المنيح، المكان اللي ما فيه اشياء عاطلة بحالة سلام كامل ومستمر. سألنا هيكم 3 أسئلة: شو حنعمل بهيفن؟ مين حنشوف هونيك؟ وإذا بتحسوا إنه طالعين أو لا. هلا نحن صفحة مسيحية، بنآمن إنه يلي بيقبل عمل يسوع موته على الصليب كرمال خطايانا وقيامته من الموت، فيلي بيآمن فيه وبيتبعه وبيتمثل فيه بيروح على هيفن بعد ما يموت. وهلا نحن حابين نجاوب. في شغلة لازم نوضحها، ما بنعرف كل شيء عن هيفن، بس في كم شغلة وكم صورة موجودة الله قدم لنا إياها بكلمته بالبايبل ليكون عندنا فكرة و something to look forward to. شو حنعمل بالسما؟ بعتقد فينا نبلش بالاشياء اللي ما حنعملها، ما حنختبر وجع زعل أو خطية، ما خلص نحن بهيفن، خلصنا من الخطية، الله موجود هونيك وعم يحكم. وليلي حطوا ثقتهم بيسوع حيختبروا المعنى الكامل والمطلق للحرية الحقيقية. لنكون عن جد حرين لنعمل شيء لازم يكون عندنا الفرصة لنعملها، القدرة لنعملها، الحرية لنستمتع فيها نحن وعم نعملها، ولازم نقدر نستمتع فيها للأبد لأنه صالحة ومقدسة وبترضي الله وما بتسمح لأي شعور بالندم. أول 3 بنشوفهم هون على الأرض كتير، بس آخر وحدة بس بنشوفها بهيفن. ما تفكر فيها كأنه هونيك في أعمل أشياء اللي بتجيب لي سعادة أرضية. الديفينيشن تبعنا والأشياء اللي حيكون بدنا نعملها حتكون مختلفة. منعرف إنه حنقدر نشوف ناس كمان حطوا ثقتهم بيسوع، حنقدر نكون بشركة معهم ويمكن نقضي وقت مع بعض ونحكي مع بعض. أكيد حنكون عم نسبح الله وعم نعبده، وحنكون عم نختبر وجوده بطريقة ما فينا نختبرها هون. في عدة ايمجز لمائدة بهيفن موجودة بالبايبل، بعكس وضعنا هون ما حدا منا حيحتاج للأكل ليعيش، بس هي بتجي أكتر كسليبريشن لله ولولاده. كمان في ايمجز عن خدمة بالبايبل، انه حنكون عم نخدم الله اللي فينا نعمله بالعبادة والتسبيح، بس في ناس كمان تتخيل انه معقول يكون عندنا شيء عم نعمله هونيك، بس ما حيكون مثل الشغل هون اللي بيتعب وما بنصدق نخلص منه. مين حنشوف فوق؟ هيدا سؤال جوابه هين، بس يمكن يكون صعب او ثقيل لنقوله. الناس الوحيدين اللي حنشوفهم بهيفن هن الناس اللي حطوا ثقتهم بيسوع، اللي قرروا انه مش هن اسياد حياتهم وعطوا حياتهم لإله. هيفن هو مكان اكسكلوسيف، مش كل الطرقات بتوصل لهيفن، مش كل الأديان بتوصل لهيفن. حتى لو اليهودية والمسيحية والإسلام بلشوا هون بالشرق الأوسط وعندهم كم شخصية مشابهة، مش كلهم صح ومش كلهم بيكفوا بعض. المسيح المنتظر للشعب اليهودي إجا من 2000 سنة، كان الله المتجسد ومات عنا على الصليب ليحررنا من الخطية، صالحنا مع الآب، يعطينا انتصار من الموت. أتباعهم عطوا اسمه وصار اسمهم مسيحيين. وعمل يسوع كامل، يعني ما في شيء بينزاد عليه، بطل في أنبياء جداد، بطل في كتب جداد، ولا في أديان جديدة. لأي شخص سمع الجود نيوز عن يسوع في عنده 2 اوبشنز، يا بتقبله يا بترفضه. واللي ما بده يكون معه هون ما حيكون معه بالأبدية بعد الموت. ومهم هون نشدد على كلمة علاقة. ما حدا حيكون بهيفن لأنه خلق بعائلة مسيحية، أو لأنه كان يصوم أو يصلي كتير، أو لأنه عمل اشياء حلوة كرمال الله. الكل بهيفن حيكون هونيك من ورا اللي عمله يسوع كرمالهم. خلاصنا بيجي من إيماننا بيسوع ولا من أي شيء تاني. بتحس إنك طالع على السما؟ هالجواب حيكون قصير، أنا مأكد إنه طالع على السما. أتباع يسوع عندهم ضمانة 100% ما بتنهز إنه طالعين على السما. ما في لحظة شك، ما في غلطة، ما في شيء بيخلي الله يقطشها معك، بس ترجع له وتتبعه وتمشي وراه. هذا الشيء بيريحني للصراحة. ما بعتقد فيه آمن بشيء ما بيعطيني ضمانة. ساعتها شو الفرق بينه وبين أي شيء تاني موجود بالعالم؟ وعلى فكرة بس نمشي معه هون نختبر لمحة صغيرة عن هيفن. بس نآمن فيه الروح القدس بيجي وبيسكن بقلبنا وبيرشدنا وبيغير فينا لحتى نصير نشبه المسيح أكتر. نحن وبعدنا هون فينا نختبر محبة الله والقرب منه والشركة مع مؤمنين تانيين بالكنيسة. أنت بتحس حالك رايح على هيفن؟ بتحب يكون عندك علاقة مع الله، ضمانة لانتصار على الموت وحياة أبدية تختبر فيها الحرية الحقيقية وتعيش أفضل فيرجن لحياتك؟ احكينا، بنحب نسمع منك. فيك تعطينا رأيك بالكومنتس. إذا بدك تتواصل معنا فيك تلاقينا على انستغرام على @yfcvibes.